ملكة الزينة والجواهر، سيدة الأناقة والجمال الباهر. عندما اكتشفوا قبرها قال أحد المنقبين لغزا: ويلاه لا أظن أحدا سيحله إلى يوم تبلى السرائر. شاهد معنا للنهاية العجب العجاب. ملكتنا اليوم حوائية استثنائية، وهي أول ملكة للإبداع النسائي في التاريخ. لقبت بسيدة الزينة والحلي. الملكة السومرية شبعاد من مدينة أور في بلاد ما بين النهرين. وجدت عام 2600 قبل الميلاد، وهي زوجة الملك أباركي من السلالة الأولى. قادت حرفة لم تكن موجودة في ذلك الزمن، وهي صناعة الزينة والحلي، ورسمت تاريخا مزينا بالإبداع لم تستطع حضارة مضاهاته. العجيب الصادم أن قبرها المكتشف عثر به على حلي وجواهر وقلائد وهياكل عظمية لوصفاتها، ول59 شخصا دفنوا معها في ذلك الوقت. قدر عمرها ب40 عاما عند الوفاة، ولم يعرف أحد ملابسات دفنها. ما رأيك في ذلك؟ لا تنسى مشاركة المقطع ودعمنا بالاشتراك والتفاعل.